هي ايام سودا يا جدعان، ايام سودا والله العظيم الواحد بيعيشها. عندي حاجة بس عايز اقولها بخصوص ماتش الزمالك وسموحة بتاع كاس الرابطة. خلينا بس نبقى متفقين من الاول ان البطولة دي، اي زملكاوي يعني عارف ان الزمالك ما بيلعبش البطولة ديت عشان يكسبها. احنا بنشارك في البطولة دي عشان نكسبها. مش عارف احنا بنشارك ليه بأمانة، يعني أنا كان نفسي أقول لك احنا بنشارك ليه، بس أنا مش عارف احنا بنشارك ليه. لا أنت بتلعب بفريق أساسي وبتنزل تخلص الماتشات وتلعب وتستغل إن الفرق كلها بتلعب بلعيبة شباب ولاعيبة صغيرة ولاعيبة لسه ما عندهاش خبرة وكده، زي مثلا بيراميدز وزي الأهلي اللي بيلعب نص الفرقة شباب ومطعمها بحسين الشحات، لعيبة اللي ما انضمتش المنتخبات، اللي قاعدة ما بتعملش حاجة، زي بيراميدز اللي بيلعب بكله ناشئين. وفي فرق زي المصري بتلعب فرقتها الأساسية مطعمة مثلا بناشئ واتنين عشان يجهزوهم وبتاع ويكسبوهم. كل فرقة في الدوري وكل فرقة في مصر ليها خطة وليها نظام وليها سيستم، إلا الزمالك. الزمالك لا، هو أولا أنا عايز أرجع للأول، لحاجة الأول عايز حد بس عاقل ابن حلال يقول لي هو ليه كابتن أحمد عبد الرؤوف مع احترامي الكامل ليه واقف على الخط بيدرب الزمالك؟ يعني ايه الحاجة اللي الراجل الكويس ده عملها تأهله ان هو يبقى مدرب لنادي الزمالك؟ يعني بلدية المحل اللي هبط بيها دي مش حاجة مؤهلة يعني ان هو يبقى مدرب للزمالك. طيب انا كجمهور عندي أزمة قيد، وعندي محترفين يعني مش كلهم كويسين، خليهم كلهم كويسين وكلهم فراودة، بس عندي محترفين عاملين مشاكل ومفيش فلوس، وفي ناس فسخت عقدها وفي ناس سابتك ومشيت، زي معالي اللي انضم النهارده لاتحاد طنجة رجع لفريقه، وزي صلاح مصدق اللي سابك ومشي راح الوداد. ولسه بقى هتشوف عودية دباغ وهتشوف ادم قيد وهتشوف الناس ديت. بس انا عايز اقول هو احنا ليه يا جماعة بنلعب بالناس دي في بطولة كاس الرابطة؟ يعني انا ليه بلعب بإيشو باك شمال؟ ده سؤال، حد يديني اجابه. ليه انا بلعب باحمد عبد الرحيم ايشو الوينج، بلعب بيه في بطوله انا مش مستفيد منها ومش عايز منها حاجه، بلعب بيه باك شمال؟ هل ده عشان انا عايز اهل احمد عبد الرحيم ايشو ده يبقى باك شمال؟ دي تبقى كارثه، دي تبقى كارثه. طيب يبقى ايه نعمل ايه؟ طب ما تشوف يا عم، يعني الزمالك ما فيهوش 11 ناشئ؟ نادي الزمالك ما فيهوش 11 لعيب ناشئ ينزلوا يقعدوا يلعبوا ماتش؟ هقول لك ان العشرة اللي قدام يعني حارس مرمى وعشر لعيبة، العشر لعيبة مفيش منهم ولا لعيب اثبت حاجة. انت نزلت لعبت ماتش سموحة ده ب 11 ناشئ، جون ناشئ وعشر لعيبة ناشئين، خسرت 5-0، بس كسبت مثلا حارس المرمى ده شالك واحد، اديك كسبت حارس مرمى ممكن تدخله مع صبحي وعواد، ممكن تبيع واحد من الاتنين دول يحللك أزمة مادية يدخلك فلوس وتطلع الحارس الناشئ ده. لعيب زي انس اسامه اللي شفناه الماتش اللي فات، بلاش شفناه الماتش اللي فات، انا وانت واي زملكاوي ماشي في الشارع، انت بقالك قد ايه بتسمع عن انس اسامه ومحمد حمد ويوسف وائل واللعيبه دي؟ بقالنا كتير، او بقالنا سنتين ثلاثه بنسمع عنه. محمد حمد ده انا بسمع عنه من يوم ماتش الاهلي والزمالك، لما محمد حمد ده جاب هاتريك في ماتش بطوله الجمهوريه، كان حسين ياسر المحمدي ماسك الزمالك في الناشئين. من اياميها وانا بسمع عن محمد حمد ده. هل محمد حمد ده خد؟ لا. هل لعب؟ لا. انس وائل اللي نزل الماتش اللي فات والناس كلها بتقول لك الواد ده شبه شيكابالا، مش شبه شيكابالا في الشكل، شبه شيكابالا في اسلوب اللعب وفي الشكل وفي الطريقه وفي الرجل وفي كل حاجه، وحتى في البشره وفي اللون شبه شيكابالا في كل حاجه. لعيب زي ده ما تدلوش ماتشات كاس الرابطه اللي انت بتخسرها يا بني ادم وما بتلعبش فيها، انت اصلا بتخسرها. ما تديش لانس اسامه ده وتشوفه تكسبه، تبقى كسبت وينج شمال وتمشي بقى، عايز تمشي ادم قيد تمشي، عايز تمشي احمد شريف تمشي، عايز تمشي شيكوبنزا اللي ما انتش لاقي له حاجه وما انتش عارف الواد ده مكمل ولا مش مكمل، هو حلو ولا وحش، ما تمشيه. ادي حاجه. هو ايه اللي بيعمله يا جماعه سيف جعفر في التدريبات يخلي اي حد بيجي بيلعب سيف جعفر؟ يعني ده انا عايز افهم بجد والله. لا بتستلم صح ولا بتسلم صح، لا انت ارتكاز ولا انت تمانية، لا انت بتتقدم ولا انت بتدافع،
لعيب طري ولاعيب نايتي ولاعيب فرفور بتخطف منه الكوره باقل مجهود، لو واحد كحه جنبه بيخاف وبيسيب الكوره. انا ليه بلعب بالبني ادم ده؟ طب ما اشوف يا عم لعيب ناشئ، طلع يا عم لعيب ناشئ. كان في عندنا السيد الغديري، السيد الغديري ده راح احترف في المغرب وبتاع السيد الغديري مشوه. طب ما كنت تجيب واحد زي دوت يا عم تلعبه. والله انا مش بقول لك ان هم يلعبوا يكسبوا، يلعبوا ويخسروا يا عم، يخسروا 5 و6 يخسروا. بس لما انت تيجي تتكلم، انت بتلعب بناشئين، لو انت كسبت منهم لعيب واحد زي ما قلت لك، الزمالك اللي كسبان، الزمالك اللي كسبان. انا السؤال ده مش ممكن انت بتلعبه يتألق يعني؟ خليني امشي معاك وبتبقى احلامي ورديه. يتألق مثلا تلاقي عرض جايله ولا حاجه تكسب من وراه وانت تحل منها ازمه. ما عملتش كده. لا انت لعبت بناشئين وطلعت لعيبه عشان توفر لعيبه وفي ظل الازمه اللي انت فيها وما عندكش لعيبه كويسه، ولا انت لعبت بفرقتك عشان تخلص الماتشات وتضمن وتبقى انت بتلعب على البطوله دي عايز تكسبها، عشان انت عارف ان انت وضعك صعب في الدوري وفي الكونفدراليه. ايه انت الماتشين الجاي مع المصري هتخسره. مصر احسن مننا بكتير. حاجه تانية بقى، انا عارف ان الناس هتزعق معايا مش هتزعق يعني، لا يزعق يزعق عادي يعني، بس الناس هتزعل يعني من الكلام. يا جماعه هو احنا ما زهقناش؟ هو خوان بالزيرة بيعمل ايه يعني؟ مش فاهم. انت لعيب حريف ومهاري وكل حاجه على راسي، ما اتكلمناش. بس انت بقالك قد ايه في الزمالك؟ ما خدتش بالك ان انت بتتضرب كتير، واللعيبه بتخش عليك بعنف، واللعيبه بتخش عليك بخشونه، واللعيبه بتقصد ان هي تضربك. ما تلعب سهل، مش لازم ترقص 3 في كل هجمه، مش لازم تعدي الكرة كوبري من كل لعيب داخل قدامك، مش لازم كل لعيب داخل عليك تشمسه. لا ممكن تعمل فينت وتباصي، ممكن ترقص واحد وتباصي، ممكن تعمل وتسوي. لكن انت عايز تعدي 3 4 لعيبه في كل هجمه وعايز تبقى بتلعب لوحدك، خلاص هتتضرب وهتتصاب ومش هتعمل حاجه، مش هتعمل. انت بيجيلك كور خلاص عايز ان انت تحط رجلك وتشوف بس، لا انت عايز تستنى لما يجي لعيب قدامك عشان ترقصه وبعدين تقوم معديه، يجي لك واحد تاني تقوم حاططها كوبري، مش هتاكل. لا مش هينفع. والله مش مفيش حاجة معينة عايز اقولها ولا في حاجة، بس الواحد دمه محروق من الماتش. ماتش مش مهم والبطولة كلها مش مهمة بالنسبة لنا، مش بنلعب عليها. مش هي دي البطولة اللي لو الزمالك خدها يعني هطلع اخر السنة اقول لا والله ده انا بطل كاس الرابطة؟ مش هينفع اصلا، عيب اصلا ان انا بقول كده. بس انا كان كل امل ان انا اشوف الزمالك بيلعب ماتش حلو، بس اشوف لعيب تاني يطلع يعني. كان نفسي اشوف انس اسامة، بحس ان هو لو لعب النهارده مثلا خد ال 90 دقيقة ولعب، عمل واحدة عمل التانية، جاب جون بتاع يا عم، ما عملش حاجة وبان ان هو شكله كويس، تقدر انت تعتمد عليه في ماتشات دوري. لما تلاقي شيكوبانزا ده بايظ خالص تديله ممكن يساعدك. ما عندنا محمد ابراهيم الباك اليمين نزل، ده باك كويس. لو انت لعبت الواد دوت، لو انت لعبت اللعيب دوت، ممكن قدام ما تعتمدش على عمر جابر اللي انت شايف هو مستواه عامل ازاي. عمر جابر مستواه مستواه مزري. يا ريت بس اي حد يشوف الكلام دوت يعمل لايك وشير وسبسكرايب. ولا الله. سلام.